خلفت اخواتي التوأم وبدأت تنشغل عني وكل اهتمامها بقوا لاخواتي. فكنت بنزل ألعب في الشارع لأن هي ما كانتش بتحبني ألعب في الشقة علشان كانت بتقول إن أنا بعمل إزعاج واخواتي بيصحوا وبيفضلوا يعيطوا وبيضايقوها، فعلشان كده كانت بتنزلني الشارع ألعب مع أطفال الحي. وقبل ما بابا يرجع من الشغل كنت أطلع بسرعة، كان معظم وقتي بقضيه في الشارع بلعب مع الولاد. كان معظم لعبي مع الولاد لأن كان البنات اللي في سني مامتهم بتخاف عليهم وما بتخليهمش ينزلوا الشارع، لكن أنا ما كانش في حد ألعب معاه، فتعودت إن ألعب مع الولاد لأن ما كانش حد بيسأل فيا أو يهتم بيا أو يخاف عليا ويرشدني ويقولي كده صح أو كده غلط. فكنت بلعب مع الولاد، حتى تصرفاتي كانت معظمها مكتسباها من الولاد. ومعظم الأولاد اللي كنت بلعب معاهم كانوا أكبر مني في السن، كان معظم لعبهم معايا لمس أو احتكاك بالإيد وحاجات جريئة كده أنا ما كنتش فاهماها وأنا فاكرة إن ده كله لعب. كبرت شوية ومظاهر الأنوثة ظهرت عندي، وخالتي ما نصحتنيش وقالت لي أي حاجة، فكان برضو معظم وقتي كان في الشارع مع الأولاد. إن أنا كنت خلاص تقريبا كان حياتي هي الشارع وبس، أجي من المدرسة أرمي الشنطة بتاعتي وأجري أنزل ألعب في الشارع بلعب مع الأولاد، ومن إيد لإيد كله بيلمس فيا، كلها حاجات جريئة بتتعامل معايا، وأنا تقريبا من كتر ما بقيت متعودة على الحاجات دي فبقيت عادي عندي. المهم إن هما يخلوني ألعب معاهم، وكان هزارهم معايا وكلامهم معايا حاجات جريئة لكن أنا ما كنتش ببقى فاهماها قوي. المهم إن هما مبسوطين إن أنا ببقى موجودة معاهم، وأنا كمان كنت مبسوطة باهتمامهم بيا وبلعبهم معايا. مستوايا في المدرسة بقى في النازل خالص وكنت بعدي بالعافية. كارثة بقى اللي حصلت لي وانا كنت بلعب مرة في الشارع، وكان في ولد كبير نادى عليا وقال لي تعالي عندنا عيد ميلاد، تعالي هديكي هدايا من البيت، ده عيد ميلاد اختي، تعالي احضري معانا عيد الميلاد. فرحت جدا ورحت معاه البيت، ما خفتش منه لان انا كنت عارفاه، كان جارنا وكنت عارفاه واخده عليه، واحيانا كان بيهزر معايا وبيلعب معايا. فدخلت مع البيت، ولكن اول ما دخلت اكتشفت ان مفيش حد موجود في البيت خالص غير انا وهو بس. ولما سألته فين عيد الميلاد وفين اختك وفين مامتك، قال لي تعالي اوضتي وانا هديكي الهدايا، اصلا انا مخبيهم من اختي، مخبيهم ليكي، تعالي خديهم قبل ما هي تشوفهم وتاخدهم. فرحت جدا، كان اول مرة حد يديني هدية او يجيب لي هدية او يهتم بيا كده. دخلت معاه الأوضة وقال لي علشان اديك الهدية لازم نلعب الاول لعبة انت هتحبيها، وانا هكون مبسوط لو انت لعبتيها معايا. فرحت وقلت له ماشي نلعب، لكن اللعبة دي كانت كلها بوس واحضان وحاجات جريئة. انا كنت متعودة على اللمسات دي، لكن اول ما ابتدى اللمسات تتجرأ اكتر وابتدى ان هو عايز يقلعني هدومي، هنا جرس الانذار عندي ضرب في حاجة غلط بتحصل، على الرغم ان مفيش حد نبهني لحاجة زي كده او حد شرح لي ان ده غلط او صح، لكن انا من نفسي كده حسيت ان اللي هيتعمل ده حاجة غلط. فضل يقنع فيا ويغريني بالهدايا والاهتمام والاحتواء اللي ما حسيتش بيه قبل كده من حد من وقت وفاة ماما.